شوف يا حبيب اخوك بيقولوا عليا انا مدمن سوشيال ميديا. تخيل على اخر الزمن انا اتقال عليا مدمن سوشيال ميديا، حتى ما تلاقيش بشكلي. على العموم انا عايز ابطل هبطل. وبعدين ادمان ايه؟ هو ده اسمه ادمان اصلا؟ انا اصلا عايش معظم يومي في الشارع، تقول لي سوشيال ميديا ايه وقرف ايه؟ خلي بالك بقى، انا لو مسكت موبايل الشخص ده دلوقتي واتفرجت على الاحصاءات في السيتنجز بتاعته هلاقي ان هو معظم يومه مقضيه على السوشيال ميديا وهو اصلا مش واخد باله. في حلقه النهارده هنتكلم مع بعض عن تجربتي في الانعزال عن السوشيال ميديا بشكل غير كامل، بس بشكل يكفي لانك تتحرر وتنزل الشارع وتروح وتيجي. ويلكم باك، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مازن مصطفى في حلقه جديده. ايه رايك في السيت اب؟ انا كل مره بطلع لك بسيت اب شكل، يعني بص مش حارمك من حاجه، بغيب انا عارف ودي غلطه مني حقك عليا، بس اخوك يعني كليته بره في القاهره، فالسيت اب بتاعه في اسكندريه، انت عارف بقى المسافات كبيره قوي عشان اجي اصور فيديو وبتاع. كنا بنقول ايه؟ اللهم صل على النبي. كنا بنقول السيتنج فمعلش حقك عليا في الغياب. حاول على قد ما اقدر ان انا كل ما تتسنى الفرصه ان انا اعمل فيديو هعمل فيديو. بس قبل ما نبدا كده روق عليا بلايك. مش كل مره تمشي الفيديو من غير ما تعمل لايك. خلي بالك انا عارفك وهجيبك، انا يوتيوبر خلي بالك، بس ماشي انا قدي. بس كده خلينا بقى نبدا في السبجكت او التوبيك اللي معانا النهارده. بدايه الكلام صلي بينا على النبي. حلو. الفيديو ده من غير سيناريو، فاهم؟ انا يا دوبك بس عارف انا هتكلم عن ايه وسايب كده ارتجالا ان انا هقول ايه، لان الفيديو ده يعتبر من ضمن سلسله هي ريليتابل للتكنولوجيا شويه، بس في نفس الوقت مش تكنولوجي قوي. يعني احنا هنتكلم فيها زي كده قعده عرب، ما زلت مش عارف برضو هسميها ايه، مش عارف ايه حكايتي مع اسامي الفيديوهات، بس احنا بنطلع نتكلم كده براحتنا من غير سيناريو ارتجالا، بس احنا بنتكلم عن موضوع محدد مش هننحرف منه ان شاء الله. فموضوعنا النهارده هو تجربتي في الانعزال عن السوشيال ميديا. يعني كده بدون دخول في تفاصيل اقول لك ايه اللي حصل معايا. انا من فتره روحت البيت بالليل، عارف انت المود بتاع بعد 12 ده اللي هو سيبوني في حالي. انا جت معايا انا بكره السبت خلاص، انا بكره اقفل السوشيال، مش عارف انا متضايق فبكره هقفل السوشيال. طب ما اعرفش هو انا متضايق فهقفل السوشيال. وفعلا موبايلي فصل بالليل وما كلفتش نفسي ان انا احطه على الشاحن، وقمت تاني يوم الصبح حطيته على الشاحن وخدت قرار ان انا مش هفتح سوشيال ميديا النهارده السبت. السبت عدى، الحد عدى، الاتنين عدى، ولقيت لك فتحت جامد قوي ومش عايز افتح سوشيال ميديا. فعلا في ايه مش عارف، انا مرتاح وحرفيا كنت مرتاح جدا، وعارف اللي هو عايش لونلي كده، بس انا كنت مرتاح وكانت الموضوع لذيذ قوي يعني. طب وبعدين ولا قبلين هفضل قافل سوشيال؟ انا كنت مش قافل سوشيال، انا كنت قافل نت على الموبايل، فلك ان تتخيل الموضوع كان عامل ازاي. عايزك تعذرني بس لو لقيت عينيا مغمضه شويتين ثلاثه، لان انا السوفت بوكس في وشي على طول، فاهم؟ عشان تشوف الاضاءه الحلوه دي فانت لازم السوفت بوكس يكون قريب مني، لان اليوتيوبر صغير بقى ولسه بيبدا وبتاع، معهوش فلوس يجيب سوفت بوكس. فواحد صاحبي كنا قاعدين انا وهو على القهوه، تمام، فاقترح عليا الفكره دي. قال لي طب ما احنا بنقفل نت عادي يا ابني من غير ما نقفل نت على الموبايل، بنقفل سوشيال لا مؤاخذه معلش. قال لي طب ما احنا يا ابني بنقفل سوشيال عادي، ليه قافل النت على الموبايل؟ وقام قال لي التريكايه بتتعمل ازاي، وعملنا التريكايه وفتحنا واي فاي وداتا على الموبايل عادي جدا. حلو حلو. ده كده كان الجانب التكنولوجي في حلقه النهارده، انما بقيه الحاجات اللي هنتكلم عنها هو تجربتي بقى والحاجات اللي حصلت، ما اعتقدش ان فيها تكنولوجيا قوي يعني. في خلال الفتره دي بقى انا قعدت فتره منعزل حرفيا عن السوشيال ميديا، ما بستعملش نت نهائي. هو مثلا التابلت اللي بفتح عليه نت بفتح يوتيوب مثلا وهكذا، قاعد عايش على اليوتيوب، وبروح البيت بعد الكليه قاعد على اليوتيوب في حاجات عمل مش عارف ايه. فما كانش انعزال بمعنى انعزال تام، بس انت عارف تشوف يومك رايح جاي مش مربوط برسائل جايه لك ولا رسائل هتبعتها. انت وقت ما تعوز تفتح تتفرج على حاجه زهقان بتفرج، بس انت مش مثلا ايه، مش محكوم تحت سلطه اليوتيوب او الفيديوز او المسلسلات او فاهمني؟ وبرده الموضوع في الاول والاخر يتطلب اراده، انت ممكن ما تعملش الكلام ده كله وبارادتك تبطل، مش حوار يعني. بس واجهتني بقى هنا مشكله، قلت طب ما انت ماشي، الناس اللي عايزك هيكلمك، او لو عايز حد هتكلمه على التليفون، بس بقى الكليه ما معليك، الكليه مش هيكلموك يقول لك عندك محاضره ملغيه بكره فما تجيش. ففي اللحظه دي كان لازم اعمل واتساب، بس عملته على التابلت بحيث ان هو جهاز كبير التعامل عليه صعب شويه في الكتابه، فانت بتصعب على نفسك الوسيله انك تستعمل اصلا سوشيال ميديا، فاهم؟ وفي نفس الوقت الواتساب ده لايه؟ لجروبات الدفعه بس، يعني انت مش هتقول للناس يا شباب انا عملت واتساب جديد تعالوا لي على هناك، بالعكس انا عملت ده مثلا كام شخصيه اللي بقابلهم في الجامعه كل يوم، والجروبات بتاعت الدفعه عشان اعرف في محاضره بكره، الحاجات اللي علينا. فبشكل عام كان حاجه غرضها الافاده، وان انا بس اعرف اكمل حياتي وانا منعزل على السوشيال ميديا من غير ما افتح الواتساب القديم اللي عليه الحاجه كلها. فضلت مستمر على هذا الوضع، والناس اللي على الواتساب الجديد تكتر، بس برضو ما زال الموضوع متحجم يعني، فاهم؟ انت بتحط ناس
بس ما بيوصلش معاك الموضوع ان انت تقعد 24 ساعه بترغي مع الناس الجديده، لا بالعكس، ناس جديده فما تعرفهمش، فانت يا دوبك بس على قد التعامل، بقول لك في محاضره بكره، طب انا جاي، طب بص احجز لي كام، حاجات بسيطه جدا، مش لاجل الشات والرغي ال 24 ساعه والسهر والكلام ده كله. ما اقدرش انكر ان في حاجات من دي بتحصل، بس هي مش زي ما انت عندك ناس قد كده على الواتساب القديم ما يجيش جنب مثلا كام نفر صغيرين اللي على الواتساب الجديد عندك. قعدت الفتره دي كده، مش فاكر الصراحه انا قعدت قد ايه، بس انا قعدت في رينج الشهر وشهرين منعزل عن السوشيال ميديا. يا دوبك فتحت يوم او 3 ايام على ما اعتقد، يعني لو ذاكرتي ما خانتنيش فهم كانوا 3 ايام او 4. ما ردتش على حد قوي، رديت بس على نفرين 3 وسبت بقيه الناس، لان هنغمس في الدوامه لو فتحت مع الناس كلها. نزلت الستوري بتاعت اللينك بتاع الفيديو اللي فات وعملت شير على السوشيال ميديا، وبعد كده ما لقيتش هدف ان انا افضل فاتح السوشيال ميديا، فاكمل ليه؟ فقمت قافل السوشيال ميديا تاني وكملت حياتي تاني على هذا المنوال. وكانت فتره لذيذه جدا جدا جدا، كانت فتره بقى مليئه بالراحه. انت بتنزل كل يوم تروح الكليه، تيجي من الكليه، تخرج بعد الكليه، فانت مش مشغول بالتليفون، لا انت عندك حياه بتمارسها. تقولي طب وانا استفدت ايه من التجربه دي؟ حاول الخص لك بقى في السريع ملخص التجربه دي كده وايه الفايده منها. حاول تقلل السوشيال ميديا على قد ما تقدر. لو تعرف تستبدل الواتساب بتاعك بواتساب، يعني حاجه كده احتياطيه مش اساسيه، تحط عليه الحاجات اللي انت بتستخدمها كل يوم، هيكون افضل. حاول تكتر من معاملاتك الماديه فيس تو فيس، مش شرط تخلي معاملاتك كلها الكترونيكس او حاجه شات، ولا لا، عارف مادي، عارف مش عارف تليفون، انما الواتساب هيجرك اكتر ان انت تقعد اكتر على الفون وهكذا. وتستبدل بقى الحاجات دي بقراءه، تجيب كتاب مثلا على طول معاك، تشوف نوعيه الروايات اللي بتحبها، كتب كان اسمها ايه، كتب انتاجيه، حاجات اللي بتفيد عقلك، الكلام من ده. بس اتمنى اكون ان انا قدرت افيدك، وان الفيديو يكون لذيذ على قلبك. يعني حاول الخص الفيديو ده في 3 4 دقائق، يعني ما يزيدش عن كده. وهكدب عليك لو قلت لك ان انا الاقي حاجه تانية اقولها، انا بس عملت الفيديو ده بحيث ان هو يبقى حلقه في سلسله جديده، نجرب مع بعض اي حاجه حصلت معايا وليها علاقه بالتكنولوجي فنحطها في السلسله دي بس. ونكون برضو خرجنا عن جو الشاب اللي قاعد لابس تيشيرت اسود على طول، لابس المايك، قاعد قدام الكاميرا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مازن مصطفى في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل 1 2 3 4. لا خلينا كده قاعده نتكلم شويه شويه. ولو عايزين برضو مواضيع زي دي نتكلم عليها تاني، فيا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت، او تخش تكلمني على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكربشن كالعاده. بس رايك الجميل في كومنت، لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، فعل زرار الجرس على الاول. كان معاكم مازن مصطفى، اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.